أيها الناس، كل الناس اتقوا ربكم. انظر أخي الحبيب، إله كريم يطلب من عباده الضعفاء أن يتقوه. ما معنى اتقوا ربكم؟ التقوى بسيطة جدا أيها الأحبة. كل شيء يرضي الله طبقه، كل شيء يغضب الله ابتعد عنه. بمعادلة أخرى، كل شيء ينفعك طبقه، كل شيء يضرك حقيقة ابتعد عنه، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بشيء إلا فيه الخير والنفع لنا، مثل الصيام، الزكاة، الصدقات، البر. كل شيء أمرنا الله به فيه خير لنا وفيه منفعة، فوائد. وكل أمر نهانا عنه فيه شر لنا. نهانا عن الزنا ليصرفنا عن الشر والأمراض، نهانا عن الخمر، عن الميسر، عن الفواحش. كل هذا ليمنحك حياة صحية آمنة. الله يريد لنا الأمن أيها الأحبة. لذلك أخي الحبيب، لا داعي للخوف، لا داعي للقلق من المستقبل، لأننا في النتيجة كلنا سنموت. إنك ميت وإنهم ميتون، وكل إنسان له أجل محدد. قال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا